والقضية الأخيرة يعني بدي أن أؤكد عليها عملية البعث. يعني كان الملاحدة وأدعياء الكفر في عالمنا المادي المعاصر يستبعدون البعث بعد أن تتحلل العظام وتهترئ الجلد واللحم ويتحول إلى تراب الأرض. وكانوا يقولون كما قال الأقدمون: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. يعني التشكك في ذلك هو عدم إدراك لعظمة الخالق سبحانه وتعالى. وهنا بدي أن أؤكد على أن عالما ألمانيا اسمه هانز سبيمان يعني كان يدرس مراحل الجنين في بعض البرمائيات، وكون فريقا بحثيا يعني يلاحظ هذه التجربة على مدار 24 ساعة. يعني فريق من 3 أشخاص، كل فريق له 8 ساعات يراقب التطورات حتى لا يضيع منهم ملاحظة واحدة. فهذا الفريق لاحظ أنه في الليلة 15 من عمر البيضة الملقحة أو النطفة الأمشاج يظهر خط رفيع على الطبقة الخارجية سموه الإكتوديرم. فاندهشوا: ما هذا الخط؟ فراقبوه، لم يستطيعوا أن يدركوا منه شيئا، فقطعوه وزرعوه في جنين آخر نما. يعني حاولوا سحقه أو حرقه أو غليه، لم يستطيعوا أن يقضوا عليه. فجلسوا يراقبون هذا الخط، وجدوا أن هذا يعني الخط هو الذي يشكل بإرادة الله سبحانه وتعالى كل أجهزة الجسم. يكون الجنين مكون من طبقتين: طبقة خارجية وطبقة داخلية، وبعدين الخلايا الطبقة الخارجية تتحرك لتمر به فتتغصص وتكون طبقة وسطى اللي فيها كل الأحشاء. وبعد أن يتم خلق كل ذلك ينسحب هذا الخط إلى نهاية العمود الفقري. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب، يعني يقول فيه عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. فالعلماء بدأوا بعد هذه العملية، هانز سبيمان وفريقه أخذوا جائزة نوبل في هذا الكشف أو عن هذا الكشف سنة 1935 ميلادي. بعض العلماء تابعوا من المسلمين ومن غير المسلمين، تابعوا هذه القضية فوجدوا أن عجب الذنب هو مصدر بناء كل خلايا وأجهزة الجسم، وأنه ينسحب إلى نهاية العمود الفقري ما يسمى باسم عجب الذنب. وبعض الإخوة من المسلمين حاولوا أن يدمروا عجب الذنب هذا، لم يستطيعوا لا بالحرق ولا بالغلي ولا بالسحق أن يفنوه. فأثبتوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. ولذلك سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال: عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصعص. وجاء العلم ليؤكد على صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكشف لهؤلاء الذين فقدوا البصيرة أن الله تعالى قادر على كل شيء، وأنه إذا أراد أمرا أن يقول له كن فيكون. هذه القضايا الثلاث: قضايا خلق الإنسان من نطفة أمشاج، قضايا أن القلب هو سيد الأعضاء في الجسم كما قرر القرآن الكريم من قبل 1400 سنة، قضية يعني الخلق والبعث يعني كما يشرحها القرآن والسنة. جاء هذا الكشف العلمي عن عجب الذنب يؤكد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. نعم.